فاطمة الفهرية أسسته في سنة 245 هجرية. هي وأمينة الفهرية كان باهم رجل ثري، فاش توفى خلى لهم بزاف ديال الإرث، يعني ولاو غنيات في ظرف وجيز. هي بنات مسجد القرويين، والأخت ديالها أمينة الفهرية بنات مسجد الأندلس. تكاد تجمع الدراسات التاريخية على أن أول جامعة في العالم الإسلامي هي جامعة القرويين، بحيث إن جامعة القرويين هي أسبق من الأزهر الشريف ومن جامعة الزيتونة. ومنذ أن أسست هذه الجامعة العريقة وهي تقوم بأدوار طلائعية في نشر الإسلام ونشر المعرفة الإسلامية الحقة، سواء في المغرب أو خارج المغرب، سواء على مستوى الأندلس قديما أو على مستوى البلدان الإفريقية التي لها ولاء لهذه الجامعة العريقة. هناك أثر مرابطي يظهر بجلاء في المقربصات وفي الزخرفة الفنية. هناك من طبيعة الحال يعني الآثار المرينية التي تظهر في المحراب، تظهر في المنبر ديال القرويين، تظهر في المقصورة ديال القرويين، تظهر في الصحن. الآذان بجامع القرويين له طقوس خاصة به. المؤذن بجامع القرويين لا يرفع الآذان إلا بإشارة من المؤقت، والمؤقت عالم بعلم الفلك. في القرويين 10 مؤذنين، ابتداء من الصبح إلى صلاة العشاء، إلى أذان العشاء. الذي يؤذن الصبح يسمى صاحب السلام. هذه الكلمة مأخوذة من الصلاة والتسليم على سيدنا محمد. صاحب السلام يستيقظ قبل آذان الفجر حوالي 30 دقيقة، ويشرع بالصلاة والتسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أدعية وابتهالات حتى يحضر آذان الصبح.